السلام عليكم، مساكم الله بالخير. راح اسوي الحين الغريبة بزبدة الفول السوداني، وراح اوريكم المقادير. بسم الله. بالنسبة للغريبة، مثل ما تعرفون او اغلب الكل منكم يعرف انها تتكون من دقيق وسمن او زبدة او زيت، لكن المرة هذه انا راح اضيف شيء ثاني. طبعا في الغريبة انا راح استخدم الزيت، ما راح استخدم سمن ولا راح استخدم زبدة، والامر يرجع لكم ولكم الخيار. راح استخدم نصف كوب. فعندي مقدار نصف كوب زيت نباتي، كوب سكر بودرة مطحون، كوبين دقيق، وأربع ملاعق كبيرة من زبدة الفول السوداني. عشان أسهل عليكم الموضوع راح أضيف المقادير الجافة، الدقيق والسكر أول وأخليهم يمتزجون مع بعض، ثم أضيف الفول السوداني ثم الزيت حسب الحاجة. طبعا ليش خليت الزيت بالأخير؟ على أساس أنه أنا أبغى أشوف العجينة لما تتكون معي إيش تحتاج من إضافة حتى تكون متماسكة وبشكل متماسك أكثر. فاللي جرب بالزبدة تمشي معاهم الغريبة، وأنا جربت وضبطت، واللي جرب بالسمن تمشي، واللي جرب بالزيت تمشي، لكن أنا أحب أجرب الزيت. هذولي كوبين الدقيق ومعاهم كوب السكر، وأحركهم بالملعقة سريع سريع. أضيف أربع ملاعق، هي طبعا فيها زيت شوي، قاسية مرة. هذولي أربع ملاعق زبدة، راح أخلطهم بشكل ممتاز مع الخليط الجاف، وبعدين أبدأ أضيف الزيت. حاولت بقدر الإمكان إني أخليها تمتزج بزبدة الفول السوداني، وراح أضيف بالتدريج نصف كوب الزيت حتى تتماسك معاي العجينة. هذه العجينة طبعا راح أوريكم شلون. طبعا كبيرة بس هذه شكلها يعني متماسك. قبل ما عليكم من هذه اللي سويتها، بس أول شيء لا أنا أحط ورق زبدة، لأن الفرن الغاز الفرن عندي غاز مش كهرباء، فأنا أحطها عشان أحافظ على التحمير حقها. أخذت شوي من العجينة بيدي مرة صغيرة، أكورها أهم شيء بشكل ممتاز، ما يكون فيها تشققات، هذا أهم شيء. حلو. طبعا أهم شيء ما نضغط عليها. حلو. فأحطها هنا. حلو. عندي هنا كاكاو بودرة، حطيت عليه شوي موية بس، وراح أستخدم الشوكة فأغمسها شوي. حلو. وهنا أبدأ أضغطها شوي، بس شوية عشان تاخذ اللون والنكهة. وهذه الحين جاهزة عشان تدخل الفرن. راح أخلي الحرارة 160 ولمدة يمكن 7 دقائق إلى 10 دقائق. أهم شيء بس تتحمر من تحت بدون تحمير.